يعني اكلم اي حد طيب ومفيش بعد كده. طب يا جماعه ردوا عليا ولا لا ولا لا، يعني قولوا لي يا اما همشي يا اما تقولي لا والله احنا متمسكين بيك وادي مستحقاتك والكلام ده وكده، واحنا لا متمسكين بيك بس ادي مستحقاتك او هندي لك مستحق. مفيش اي رد ومفيش اي حاجه خالص. ومع ذلك فوجئت بشكوى مقدمه ضدي من نادي الزمالك وانا اللي ليا حقوق ان انا متغيب وممتنع عن المران. انت تغيبت فتره يا كابتن احمد؟ انا ما تغيبتش غير يومين، ويومين كانوا باذن من الجهاز الفني او مش يعني. خلينا نقول ان انا اتكلمت مع راجل، انا كنت موقوف ماتش مازيمبي وماتش تشيلسي، كنت موقوف ماتشين، فبالتالي انا مش هكون موجود معاهم، وكانت ايام عيد كان اخر رمضان، فانا اتكلمت مع راجل ان انا كده كده انا مش هكون موجود في الماتشين الجايين، فانا هاخد اجازه والكلام ده وكده. فاخدت اجازه يومين، وهو راجل كان مدي يومين بعد الماتش اجازه للناس كلها. فبقى 4 بس اجازه مش يعني 2 لاحمد حسن بس يعني. بس هم انا ما اعرفش خلوهم لا. وبعد كده ايه ده اللي كتب الجواب بقى المستشار القانوني اللي في نادي الزمالك اللي كتب الجواب. يعني عارف انت في حاجه والله لذيذه قوي، كتب لك تغيب اللاعب عن المران لحين تاريخه. لحين تاريخه دي بقى اللي هو ايه يعني فاتح بقى يعني لحد ما يوصل الجواب وصل بقى بعد اسبوع، وصل 2 بعد 3 حتى لو انت في التدريب. على الرغم من حاجه غريبه جدا ان انا موجود وفي اعلاميين بيبقوا موجودين بيغطوا المران وكل يوم انا موجود، فحسيت بسوء نيه هنا ان في حاجه مش طبيعيه. طب ليه؟ طب انا موجود وحقوقي اللي ليا في نادي الزمالك ما طالبتش بيها لمده اكتر من سنه وشويه، وفي الاخر كمان نادي الزمالك يقدم شكوى ضدي يقول ان انا متغيب عن المران. فحسيت بسوء نيه هنا او في حاجه مش مظبوطه، فانا تقدمت بشكوى حفظ للحقوق بتاعتي بناء على الشكوى اللي تقدم بها نادي الزمالك ضدي. بس انا هاخد لك جزء واحد بس بالنسبه للائحه. فانا لما مضيت على اللائحه فيها نسبه المشاركه والكلام ده وكده، ولكن انا عندي عقد بيقول ان في 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 كل المفروض ان في دفعات انا باخدها على كل شهر. طب انت لو انت النهارده بتقول ان انا نسبه مشاركه، ودايما العقود اللعيبه المصريين طبعا لما سالت عرفت ان نسبه المشاركه دي بيحصل ايه، ان تحجز نسبه 25% لاخر الموسم لغايه ما نشوف اللعيب لعب قد ايه بالظبط كده. انت فاهم؟ طب انت ما كتبتهاش ليه في العقد ان تحجز 25% لنهايه الموسم لو انت بتقول ان في نسبه مشاركه؟ عقدك في الاهلي كان مختلف؟ يعني كان مختلف لاني كان كل الشروط اللي موجوده في العقد. يعني اللائحه انا زي ما بقول لك اللائحه دي اللائحه كان مختلف، حاجه تنظيميه يعني انا بقول وده في العالم كله على فكره. لكن انت كنت بتتعامل بعقدك بالظبط. انا بتعامل بالعقد. والدليل على كده ان انا بقول لك لو في نسبه 25%، طب ما كان اولى ان النادي لو انا حتى اخطات وانا فايض لوحدي، هل النادي الزمالك النهارده فيه مستشار قانوني وفي اداريين وفي مسؤولين وفي ناس مطلعين هينسوا حجه زي كده ان هو يقول لك النهارده نسبه ال 25% تحجز عند اللعيبه كلها موجوده، تحجز 25% لنهايه الموسم لحين الاطلاع على المشاركه من عدد. دي بتبقى مكتوبه كده. طب انت ما كتبتهاش ليه في العقد عندي؟ العقد موجود طبعا والناس كلها يعني في اتحاد الكوره طبعا. انا كنت في التحقيق النهارده. ده حصل ايه النهارده؟ طيب ده موضوع بس انا بقول لك عشان موضوع اللائحه والكلام ده وكده، وفي النهايه العقد هو الاساس وليست اللائحه. اللائحه دي حاجه مكمله بالنسبه للعقد، لان النهارده انا لما اجي اشكي في الاتحاد الدولي بشكي بالعقد ما بشكيش باللائحه. انما هي اللائحه مكمله، مش هقول لك انها مش مكمله. وان كان ان انا اصلا انا كده ماليش 25%، اصلا ما عنديش نسبه مشاركه. انا السنه الاولانيه ما عنديش اصلا نسبه مشاركه من الاساس. وان كان لما نيجي بقى نرجع لنسبه المشاركه بتاعتي، انا شاركت في 15 من اصل 16 مباراه اللي هم مباريات الدوري اللي احنا لعبناها لغايه قبل ما الدوري يقف، ومباريات الكاس كلها لحد النهائي انا لعبت مباريات الكاس بالكامل. فتيجي النهارده انت لما تقدم حاجه زي كده برضه بحقك. الدوري وقف، الدوري اتلغى، الدوري اتاجل، دي مش مشكلتي انا كلاعب كوره او مشكلتنا احنا كلاعيبه كوره، لان الاتحاد الدولي لما بعت الاتحاد المصري لكره القدم، خلي بالك انا لما بكلمك انا سائل على كل حاجه، انا ما بكلمكش كده كلام يعني فهلوه. بالظبط. لما بعت الاتحاد المصري للاتحاد الدولي ان النشاط توقف لاسباب ومش عارف ايه والكلام ده وكده، وحته يعني هل هنا نقدر ان احنا نخصم جزء من مستحقات اللعيبه، الانديه تقدر تخصم جزء من مستحقات اللعيبه؟ جه جواب موجود، يا ريتني كنت جبته لك معايا، موجود معايا طبعا. جه جواب من الاتحاد الدولي رد قاطع العقد شريعه المتعاقدين، ومفيش حاجه اسمها تلغي نسب من نسب مشاركه او عامه من اللعيبه، لان دي مش مشكله اللعيبه ان الدوري يتاجل الدوري يتوقف، دي مش مشكله. وده قاطع، ده موضوع قاطع. يعني معنى ذلك ان انا لو جيت حسبت نسبه المشاركه بتاعتي هتلاقيني انا شاركت نسبه 95 او 97%
من نسبه المشاركه بتاعتي، يعني يحق ليا برضه ال 25%. بس انا برضه انت بتفهمنا القصه دي عشان الناس ما تحسش انت مادي. بالظبط. يعني دلوقتي انت بتفهمني ان ايه حقوقك بالظبط. لا هي مساله حقوق، هي مساله حقوق، مش لان انا بقول لك المساله اللي ممكن حد يتفرج يقول لك احمد حسن يعني ماسك في ال 25% والفلوس وما شاء الله احمد الكلام ده يعني حلو. انا عايز اقول لك على حاجه. هو انا النهارده لما الحمد لله انا وصلت او انا الحمد لله ربنا مديني والكلام ده وكده، هو ده مجهودي وبفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش وده انا بتعب عشان كده. والدليل على كده ان انا راجل النهارده ملتزم بعقدي مع نادي الزمالك. انا على فكره انا كنت ممكن اقدم الشكوى بتاعت نادي الزمالك دي وافضل قاعد في بيتنا لحد ما يفصل فيها. اسلام صادق جاب لي على التليفون حماده انور، كابتن حماده انور المدير الاداري لنادي الزمالك برضه، حماده حبيبي ونعرف القصه. حماده حبيبي بس هو مظلوم في الموضوع. اخبارك ايه؟ ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا حمود، عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الله يخليك. انا قلت لك يا حماده مش عايزك انت تيجي في الوش، مش مصدقني انت. كنا بنتكلم على موضوع الشكوى، وكابتن احمد حسن بيشرح لي القصه اللي مكتوب في عقده وموضوع نسبه المشاركه والكلام ده. ويعني هو كابتن احمد كمان مش يعني قبل الحلقه بيقول لي مش حابب اتكلم في الشكوى بس عايز افهم الناس ايه القصه. وفي نفس الوقت هو طبعا لاعب في نادي الزمالك وبيعتز بنادي الزمالك جدا، وبيقول لي ببذل كل الجهد. فعايز اعرف برضو القصه من ناحيه نادي الزمالك ايه، ان كابتن احمد حسن دلوقتي بيقول لي ان هو اتفاجئ ان في شكوى كمان ضده من نادي الزمالك مقدمها لاتحاد الكوره. بص يا كابتن كريم، طبعا احنا بنعتز ان كابتن احمد حسن بيلعب في نادي الزمالك، واحنا بنحترمه جدا، وهو اضاف لنادي الزمالك كتير. كابتن احمد حسن بيتكلم طبعا على مستحقاته الماليه. هو بيبص ان هو اتفق مع، يعني ساعتها كان في مجلس اداره مختلف عن مجلس الاداره الموجود حاليا. فكانت الجلسه اللي بتجمعه بين الدكتور عبد الله والكابتن طارق غنيم والدكتور اشرف صبحي ساعتها ان هو مش هيبقى في نسبه مشاركه، وبناء عليه ال 25% الاخيره اتحطت على شهور. تمام. في اللائحه، طبعا اللائحه بتقول ان هو لازم يكون شارك 80% من عدد المباريات. احنا على فكره يا كابتن كريم هو الاختلاف مش كبير. ليه؟ انا عامه بعد كل موسم ببعت لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره قول لي عدد المباريات اللي انا اقدر احسب عليها نسبه المشاركات بتاعت اللعيبه. تمام. لو جيت اتحاد الكوره بعت لي ان المشاركات هتتحسب على الدور الاولاني بس، مثلا ان انا لعبت 15 ماتش، باجي احسب لكل لعيب لعب قد ايه بناء على ال 15 ماتش، هي نسبتي ال 100%. تمام يا كابتن. تمام. لكن انا اتحاد الكوره لحد النهارده ما بعتليش. طب انا دلوقتي احسب ازاي نسبه مشاركه؟ دي نقطه الخلاف، ان كابتن احمد حسن هم قالوا له انت مالكش نسبه مشاركه، وانا الاوراق اللي عندي بتقول ان انا ليه لازم يتحسب له نسبه مشاركه. الكابتن احمد حسن بيتكلم ان ادام ال 25% متقسمه لدفعات، يبقى دي ما اسمهاش نسبه مشاركه. فاهم ازاي؟ يبقى دي كل واحد بيتكلم من وجهه نظر. بس خلي بالك هو كابتن احمد سؤال لحماده بس يا كريم. اتفضل. هي متقسمه دفعات ولا مش متقسمه دفعات؟ يعني انا ليا 10 دفعات على طول السنه ولا ماليش في العقد؟ لا هو السؤال بس، اللي انا قلته مختلف عن الحقيقه. لا خالص. مظبوط 100%. صح ولا غلط؟ مظبوط. الناس زمان بيتكلم من وجهه نظره، والكابتن احمد حسن بيتكلم من وجهه نظره. اتحاد الكوره جه قال للكابتن احمد حسن يستحق له الفلوس دي، خلاص نادي الزمالك هيديها له. نادي الزمالك عمره ما بيجي على حد، وعمره ما بيجي في يعني ان هو بياكل حق حد. اوكي؟ ودي مش مختلفين عليها، ولا الكابتن احمد بيتكلم في القصه دي خالص. الكابتن احمد راجل ملتزم جدا، بيحضر التمارين، ما غابش ولا تمرين في الفتره اللي فاتت ديت. راجل لعب معانا ماتش اخر مباراه، ملتزم، الراجل متمسك بيه جدا، مجلس الاداره متمسك بيه جدا وبيحترمه جدا. وان شاء الله الموضوع ده هيتحل يعني في خلال الايام اللي جايه دي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني تمام، الامور في انتظار اتحاد الكره، لكن برضه كابتن احمد حسن بيقول لي ان ده مكتوب في العقد يا حماده، ملوش علاقه باللائحه والموضوع على دفعات. انا قلت لك يا كابتن كريم دي وجهه نظر نادي الزمالك، ودي وجهه نظر الكابتن احمد. هو بس احنا عايز ايه؟ انا عايز يعني ان احمد حسن لعيب كبير ونادي الزمالك نادي كبير، مش محتاج ولا اتحاد، يعني مع احترامي اتحاد الكوره او كده. ان شاء الله نادي الزمالك هيخلص الموضوع مع كابتن احمد الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حماده. وبرضه خلي بالك يعني عايز اطمن منك على موقف النادي بالنسبه لموضوع ان احمد مجدي اللاعب الجديد وعبد الواحد السيد اللي هو المفروض يتحط في القائمه الثانيه، ان اتحاد الكوره موقف القيد لغايه ما الزمالك يدفع فلوس اللعيبه او مستحقات اللاعبين القدام، اللي هو هاني سعيد ووجيه عبد العظيم واكثر من لعيب. لا هاني سعيد بتاع اللعيب اللي كان عندي ورا المقص. بالظبط. طبعا يا كابتن كريم، انت
الموضوع ده موجود من بدايه فتره القيد الثانيه. بس ان شاء الله يعني هو طبعا اللعيبه دي هتاخد حقوقها، وان شاء الله مجلس انا قلت كناس زمالك ما بياكلش حق حد. الفتره اللي جايه ان شاء الله هتتحل باذن الله، وتبقى اللعيبه دي متواجده من اول مباراه في الدوري. تمام كابتن حماده، بشكرك شكرا جزيلا. وقبل ما نطلع فاصل بس عشان اقفل الحته دي يا كابتن احمد، يعني هل مشكلتك الوحيده دلوقتي المستحقات مع نادي الزمالك؟ احنا بص، انا يعني هو انا ايه، طبعا هي زي ما قلت لك الجزء ده، والجزء المستحقات الجديده طبعا بتاعه الموسم الجديد، زائد حته التجاهل بقول لك اللي انا لقيتها، ان مفيش حد بيرد عليك، ومفيش حد يعني ايه، يعني النهارده انا بسمع الموضوع هيتحل وان شاء الله الامور هتتحل والكلام ده وكده، انما مفيش حاجه بتتحل. والدليل على كده على فكره، انت عارف النهارده انا كنت موجود، والمفروض ان يكون في حد موجود من نادي الزمالك في اتحاد الكوره في للتحقيق النهارده، لان التحقيق كان انا والمفروض ان حد من مسؤولي نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي طلب ان هو ياجل ليوم 28 وبشكل غريب جدا، يعني لان المستشار القانوني غير موجود، لان على الرغم ان الموضوع مش محتاج مستشار قانوني، ممكن محاسب، ممكن المدير الاداري الكابتن حماده انور ممكن كان يبقى موجود، يعني ممكن يكون كان اي حد موجود. وفوجئت اني برضه طلع اني انا اللي ما حضرتش الكلام ده امبارح، وبناء عليه احنا طلبنا التاجيل لان اللاعب لم يحضر. وانا النهارده كنت موجود، ومفيش اي حد جه ولا اي حد سال ولا اي حد رد على الشكوى. والطبيعي ان الشكوى بتاخد اسبوع، وتاني اسبوع بيبدا يبعت الاتحاد الكوره للنادي، والنادي بيبدا يرد. ما تردش على الشكوى لحد دلوقتي ولا باي حاجه، ولا كتابيا ولا من النادي شفويا ولا اي حاجه خالص. والنهارده المفروض كان في تحقيق، ما حدش برضه حضر. انا حضرت طبعا التحقيق، وطلبت، انا عايز اعرف موقفي ايه يعني في الوقت الحالي. وعلى فكره انا عايز اقول لك عشان الناس بس ما تبقاش زعلانه، والناس تقول لك ايه زي ما انت قلت من شويه، ماديه ومش ماديه والكلام ده وكده. انا بدي حقوق نادي الزمالك ولا ما بديش حقوق نادي الزمالك؟ يبقى انا لما دافع عن حقوقي ده حقي، مش دي حاجه ما تزعلش حد.